عشان يستخدم هو واخوه الصنف. مين يفتح الدار؟ مين ياكل العيال؟ دي اوامر الحكومه. حكومة ظلم. انت اللي قدامي بلاش لماضه. وابويا وامي مين يقرا عليهم؟ انا بنفذ الاوامر، ربنا يتولاهم. يا بلايا يا ابني يا عزيز عيني. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. يا ترى ايه هي قصة الأغنية وايه قصة الرسمة؟ هنتكلم على الموضوع من خلال تلخيص لكتاب دكتور محمد أبو الغار، وهو كتاب الفيلق المصري، جريمة اختطاف 500,000 مصري. خلال الحرب العالمية الأولى احتاجت أوروبا لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة. فرنسا جلبت العديد من مستعمراتها سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط، وبريطانيا عملت كده كمان، وكان قدامها مصر. حاولوا يبتدوا الأمر بالترغيب والإغراء للفلاحين، لكن العدد اللي استجاب طوعية كان قليل جدا جدا ولا يكفي، وبالتالي ده خلاهم يحولوا الأمر إلى استخدام القوة الجبرية وخطف الناس من الأسواق والطرقات ومن المساكن في القرى، وبعدين يجبروهم على التوقيع على طلب بالتطوع في الحملة، واللي يرفض يتضرب لحد ما يختم ويوقع على إقرار بالموافقة على الالتحاق بالفيلق والشروط المكتوبة، وهم أصلا ما كانوش بيعرفوا يقروا. كانوا بيتربطوا بالحبال ويساقوا كالأغنام ويقام عليهم الحراس، وينقلوا في القطار في مركبات للحيوانات، ولا يعنى بصحتهم ولا غذائهم وراحتهم. كمان استولوا على الدواب اللازمة، فلم يبقى جمل ولا حمار صالح للعمل إلا واستولوا عليه بأبخس الأثمان، كذلك الحبوب والمؤن وعلف المواشي. أغلب عمال الفيلق كانوا من الريف والصعيد، ده لأن الأمر أسهل من المدن لوجود العمد وشيوخ الغفر، ودول كان ليهم سلطة أكبر بكتير من سلطة الشرطة ونفوذها في المدن، فكان الإنجليز بيستغلوهم لصالحهم عشان يخطفوا ويرهبوا ويجندوا الفلاحين، زي إبراهيم حليم باشا. المصريين ما شاركوش بالسلاح في الحرب، لكن كان بيوكل ليهم مهام زي حمل البضائع ونقلها وإنشاء خطوط السكة الحديد ومد مواسير المياه وغيره. بلغ عدد الفيلق وقتها 500,000 مصري، من أصل كام؟ من أصل 12 مليون مواطن. راحوا فرنسا وفلسطين وسوريا والدردنيل والعراق وسيناء، زي ما قلنا أغلبهم من الفلاحين، وكمان تقدير اللي قتل منهم 50,000، ده غير اللي اتصاب أو رجع بعاهات أو مات بأوبئة. وغياب الفلاحين بالنسبة ديت أدى إلى نقص في المحصول وارتفاع ثمن الغذاء، دوت أدى بدوره لمجاعات في مناطق في مصر. والحقيقة إن المصريين أظهروا العديد من صور المقاومة وقتها، سواء بالاعتراض على الانضمام أو بمحاولة الهرب أو بالاحتدام في مشاجرات وقتالات مع الجنود، أو حتى إلقاء الأحجار على مراكز البوليس، لكن ده طبعا كان بيقابل بعنف أكبر والجلد، بل والقتل أحيانا. وفي صورة أخرى من صور المقاومة، وهي المقاومة بالفن، زي الغناء وقعدات السمر بالليل بعد انتهاء العمل، فظهرت أغاني فولكلورية زي يا عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي اللي عملناها في أول الفيديو.
الحقيقة إن عملية التجنيد أو استخدام المصريين جبر في الحرب كان خرق صريح للتصريح اللي أصدره الجنرال ماكسويل سنة 1914، اللي أعلن فيه تكفل بلاده بكل أعباء الحرب دون أن تطلب من مصر أي مساعدة. وزي ما قلنا إن الأمر بدأ بالإغراءات، وبعد كده لما ده ما جابش نتيجة وما التحقش العدد الكافي في فيلق انتقلوا إلى الجبر. تم ده ازاي؟ تمت السياسة التعسفية دي عن طريق تعيين 26 ضابط بريطاني بين الإسكندرية وأسوان. كل ضابط يعاون مأمور المركز في جمع الأنفار عن طريق أنه يستدعي عمدة القرية يبلغوا بالعدد المطلوب من قريته، ولما يأوى الفلاحين لبيوتهم بيبدأ الخفر ورجال البوليس يهجموا عليهم عشان يجمعوا العدد المطلوب وسط ولولة النساء وصريخ الأطفال. بعد كده يحشدوا اللي تم اختيارهم في مضيفة العمدة تحت حراسة بوليس المركز، والصبح بيساقوا مربوطين بالحبال للضابط البريطاني عشان يشحنهم بالقطار لمقر التوزيع بالإسماعيلية. وطبعا مفيش تسجيل دقيق لأي حاجة، ده غير ان العمد في الوقت دوت كانوا أثرياء ثراء فاحش عن طريق جمع الضرائب من الشباب بين 20 و50، فكل واحد يدفع مبلغ زي 5 جنيه أو 10 جنيه عشان يعفيهم من الاعتقال وبعثهم لفلسطين في الفيلق يعني. وده كان بيخلي الفلاحين يجوعوا نفسهم عشان يدفعوا، وأدى برضو إن غالبا أول ناس بيخطفوا اللي عمل في الفيلق هم الأشد فقرا، اللي ما قدروش يدفعوا عشان يتم إعفائهم، ما قدروش يدفعوا الضرائب للعمد. يجي بعدهم في المرتبة التانية الأعداء الشخصيين لحكام القرية. الحقيقة ان رحلة الفيلق كانت مجهدة وقاسية جدا على الفلاحين. زي ما قلنا كانوا بيتربطوا بالحبال خوفا من هربهم، وفي مراكز التجمع كانوا بيحشروا بأعداد كبيرة في غرفة واحدة مدة ممكن تمتد الأسابيع، ده غير عبور البحر للناس مركبوش سفينة في حياتهم. وبعدين الأشغال نفسها بقى، قاموا بمد خط السكة الحديد إلى خان يونس، ومدوا أنابيب المياه من القناة إلى غزة. وكان العمل شاق جدا بسبب حرارة الصيف والشمس. وقاموا بشحن وتفريغ السفن ونقلوا التموين عبر الصحراء بالجمال، وده اللي سهل الحياة للجيش البريطاني. كان تعامل الضباط مع المصريين على ان المصريين جنس ادنى منهم، ده كان واضح جدا. طالما بياكلوا ويشربوا ويلبسوا تمام مفيش مشكلة، حتى لو ما اتدفع لهمش مرتباتهم، وواجب يخلصوا شغلهم تحت اي ظرف بغض النظر عن صعوبة العمل وأحوال الطقس العنيف أحيانا، ده غير وابل الطلقات والقذائف في الحرب. فمثلا أثناء الشتاء في فلسطين وهطول الأمطار غرق كل شيء من ملابس وبطاطين في ظروف جديدة عليهم، وأصيب الكثير منهم بالبرد، وأصبح العمل أشد صعوبة لدرجة إن هم كانوا بيرددوا للجنود بموت يا فندم. وعشان يروحوا المستشفى كان لازم يمشوا مسافات على رجليهم في المطر والمستنقعات والطين، وكانوا شايفين ان بنعاملهم احسن من ملاك الاراضي اللي بيشتغلوا فيها، وده كفاية قوي ليهم. ولما جت دفعة جديدة من الفيلق المصري في ظل الامطار الشديدة، بيحكي فينابلز عن 2 فلاحين لقاهم مغمى عليهم على الطريق، لفوهم في بطاطين وحطوهم جنب النار، واحد فاق والتاني بعد كده مات. وفي ظل ده كله كانت جريدة المقطم الموالية للإنجليز بتتكلم عن قد إيه العمال المصريين انتقلوا في نشاط وصحة جيدة وسعداء ومنبهرين بالمناظر الجديدة حواليهم، وإن الشعب أثناء نقلهم بيسقفوا لهم يعني ويودعوهم، وإن تم توفير اللبس الملائم للظروف الجوية والعمل وبلا بلا بلا. استخدم القائد في معركة غزة الفلاحين المصريين عشان يخدع الأتراك عن طريق ان هو بعتهم للساحل في دير البلح للتمويه، عشان يفتكر الأتراك ان الهجوم هيجي من الطريق الساحلي، بينما ان الهجوم هيتم من الداخل، وده اللي أدى ان هو عرض كتير من المصريين للخطر. بينما في أوروبا كان الوضع طبعا أسوأ بالنسبة للطقس، ومات كتير من المصريين بسبب دوت، وما تمش تسجيل جميع الوفيات، ده غير ان في ماتوا بعد الخروج من المستشفى لعدم وجود فترة نقاهة كافية، ده غير اللي مات من قصف الحرب كذلك. وفي وسط قلق المصريين على أبنائهم وعلى أهلهم اللي موجودين في الفيلق، كانت بعض الجرائد الموالية للاحتلال الإنجليزي زي المقطم بتبث الطمأنينة كذبا في قلوب المصريين، بينما الجرائد اللي هي ضد الاحتلال الإنجليزي كانت تخضع لرقابة شديدة.
وبالمناسبة كان الفيلق المصري ضمن شيء أكبر يسمى فيلق الملونين، وكان في فصل تام بين الجنسيات الأوروبية والجنسيات القادمة من الشرق. فكان مثلا كان في عدد كبير من العمال من جنوب أوروبا، من إسبانيا واليونان. كان العمال دول مفصولين تماما عن الفلاحين المصريين، وكان بيسمح لهم بالحركة والبحث عن عمل ودخل أعلى وزيارة القرى المجاورة، بينما معسكر الفيلق المصري كان مغلق حوله أسلاك شائكة وممنوع عليهم الحركة خارج المعسكر في القرى المجاورة. كان الفصل العرقي في المعسكرات مشابه لفصل أحياء السود عن أحياء البيض في الولايات المتحدة. ورؤية الإنجليز عموما للمصريين كعادة رؤية المستعمر لنفسه كجنس أسمى، شبه رؤيتهم للجنس الأسود. فكان فينابلز بيقول مثلا أن القدرات الجسدية للمصريين عظيمة، وعندهم قدرة كبيرة على السير بالأثقال، وده نتيجة لشغلهم الشاق في الفلاحة، إلا أنه شايف أن قدراتهم العقلية محدودة. واتكلم عن ان الستات بتملى البلاص وتشيله على راسها، وقال نحن لا نعلم مدى تأثير حمل البلاص على القدرة الذهنية للمرأة، وكذلك تأثير الأمراض المتوطنة مثل التراكوما في العين والبلهارسيا، والذباب يملأ كل مكان نهارا ويستبدل بالناموس ليلا. وعموما خطاباته اللي نقلت وذكرت في الكتاب تنم عن كم العنصرية التي يحملها الرجل البريطاني للمواطن المصري. وكان بيحكي ان بالليل لما كانوا بيتجمعوا يشتكوا من صعوبة العمل وشدته وعدم وجود راحة كافية او مقابل مادي جيد، كانت الكلمات بتقال بلهجة فكاهية هادية. والحقيقة ان ده حسسني ان الطبيعة المصرية ما اختلفتش كتير، صياغة المآسي دوما في صورة فكاهة. وهنقرأ مقتطفات من الخطابات دي عشان نعرف مدى عنصرية المستعمر. بيقول لحسن الحظ كان تحضير الأرض لعدة كيلومترات سهلا، لأن الأرض كانت مستوية، ولكن تدريب الفلاحين على نوعية العمل كان صعبا. كانوا كلهم صعيدة من جنوب مصر، يمكنهم العمل ولكن مخهم تخين مثل كل المصريين، ولا يمكنهم بأي حال العمل بنظام، والكثير من الوقت يضيع في أعمال خاطئة غير مطلوبة. وفي تزاحمهم مع بعض في بداية العمل، رئيس العمال كان قادرا على تنظيمهم، وكانت مشكلة أن تفهمهم أنهم ليسوا في قراهم، ولا يمكن أن يعملوا كما يريدون بدون نظام بالطريقة التي يعمل بها الناس في الشرق. وكان إقناعهم بأنهم في معسكر جيش ويجب عليهم طاعة الأوامر والعمل بنظام أمر صعب، فقد كانت تنقصهم تماما الشخصية والقدرة على الالتزام بالأوامر. ولذا كان عليهم أن يفهموا أن كلمة الضابط هي قانون يجب أن يلتزموا بها ويطيعوها، وكان علينا أن نردد ذلك مرارا. تلك مهمة صعبة مع 800 فلاح مصري قادم طازجا من الريف، واثنين من صف الضباط ليس لهم قيمة، بل هم بالنسبة لي قطعتين من الخشب. يجب أن يستمر تنفيذ الأوامر طوال الوقت، لأن طبيعة الشرقيين نسيان الأوامر والنظام تدريجيا، وكنت أحاول كلما كان ذلك ممكنا أن أفي بجميع تعهداتي للعمل حتى يثقوا فينا، وحتى يشعروا بأنهم يعاملون بقسوة في بلدهم من أهلهم، ولكنهم يعاملوا بطريقة عادلة من الضابط الإنجليزي. وكنا نطلب كمية معينة من العمل يوميا لا تزيد بأي حال حتى يثقوا فينا، وحتى يشعروا بأنهم يعاملون بقسوة في بلادهم من أهلهم، ولكنهم يعاملون بطريقة عادلة من الضابط الإنجليزي. وكنا نطلب كمية معينة من العمل يوميا لا تزيد بأي حال حتى يثقوا فينا. وكانوا بعد الانتهاء من العمل يعودون للمعسكر سعداء يغنون. أحيانا كان بعض القادة من كبار الضباط يرون الفلاحين عائدين إلى المعسكر مبكرين بعد أن أتموا عملهم، ولكن هؤلاء الضباط لا يتفهمون أنهم انتهوا من كم العمل المطلوب منهم، ولا يتفهمون موقفي، ويقولون لي أنهم مجموعة من الزنوج، دعهم يعملون أكثر. وأحتاج لبعض الوقت والكياسة لإفهام كبار الضباط بأنه بالرغم من أنهم مجموعة من الزنوج، إلا أنني لا يمكن أن أكسر تعهداتي معهم، وفي النهاية سوف نكسب أكثر إذا عملناهم بشكل عادل. بيقول كمان
رؤية مئات الفلاحين يعملون أمر مسل جدا، فهم يشبهون خلية النحل، إذا راقبتهم عن قرب تكتشف أنهم مشوشون ويتخبطون، وإذا كانوا لا يمارسون هواية الغناء فإنهم يتحدثون مع بعض، هم غير قادرين على العمل في هدوء، ودائما يسببون إزعاج بصوتهم العال كأنهم في معركة، وهذه طبيعتهم. بيقول في خطاب تاني: وفي يوم حضر الباش غفير ليخبرني أن 2 من الرجال كانوا يسرقون الأكل في الظلام وتم عقابهما، ومن يومها وكمية الأكل أصبحت منضبطة، وقد عاقب الباش ريس السارقين، وكان العقاب الذي فرضه هو 26 جلدة لكل منهما. هل لازلت متشككا من فكرة أن المصريين ليسوا أهلا للثقة؟ فهنا بيتكلم بكل بجاحة عن سرقة المصريين لحصة أكبر من الغذاء اللي بيوزع عليهم، وبعد كده بيقول إن هم كده مش أهل للثقة. أنا مش عارفة هو أيجرؤ إن هو يذكر كده، وهو أصلا الإنجليز سرقوا مش مجرد سرقوا حصة غذاء، يا ريتهم سرقوا حصة غذاء ولا شوية محاصيل، إنما وطن كامل وبشر تم خطفهم وإعمالهم جبرا، ومحاصيل كذلك اللي هي تندرج تحت بند الغذاء، وبهائم، وكل ما يمكن ولا يمكن سرقته. وقال في أحد خطاباته برضو: وتفهم أن هؤلاء الفلاحين الذين يعملون في أراضٍ بعيدة عن قراهم بجهد كبير يمكن مع القيادة الجيدة أن يقوموا بأعمال جيدة لخدمة الجيش البريطاني، ولكن حين يتناولون طعامهم بدون دفع مقابل، وينامون في مكان معقول، ويلبسون ملابس مجانية تظهر عليهم علامات الكسل، إلا إذا كانت قيادتهم منضبطة، هم يعيشون حياتهم ببساطة ولا يفكرون في شغل أنفسهم بالمستقبل، وليس عندهم طموحات للتقدم، وإذا حدث لهم كارثة فهم لا يهتمون ويهزون أكتافهم بعدم اكتراث، ويقولون دائما معلش، هم مسلمون، ولذا فهم متعصبون جهلة، وممكن أن يقتلوا في أحوال معينة، ولقد مرت عليهم عصور طويلة من غزوات أجنبية قهرتهم وجعلتهم يخفون أشياء، ويحتاج المرء إلى الضغط عليهم لمعرفة الحقيقة، ولا يوجد واحد في كل 100 يستطيع القراءة والكتابة، ولذا فهم شديدي الجهل وبسطاء. المصريون في القاهرة والإسكندرية أكثر ذكاء ومفيدون في حالة الحاجة لاستخدام المخ والتفكير، مثل تنظيم الخطوط وحفظ الأكل والتموين والملابس، ولكنهم ليسوا عظاما ويستخدمون ذكاءهم لمصلحتهم فقط، وبالتالي بعد فترة ينتهي عملهم إلى كارثة. إنهم في المدن همهم الأساسي هو كسب الأموال بدون عمل. والحقيقة إن كلامه عن إن المصريين جهلة أو غير متحضرين فكرني باقتباس أقتبسه من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب. بيقول: إن الذي كتب التاريخ أناس متحضرون ولم يكتبه البرابرة، ولا بد أن نعزو إلى هذه الحقيقة ما ساد من تعصبات في هذا التاريخ، فهو لا يكتفي بأن يحصر النمو الاجتماعي والتقني في الحضارة دون البربرية، بل يمد الاستقطاب إلى الأحكام الخلقية المتمثلة في التضاد بين الخير والشر. فإذا قامت دولة ما بتدمير ثقافة أو بمذبحة توصف بأنها قامت بأعمال بربرية، ومن ناحية أخرى إذا طلبنا من الآخر أن يبدي شيئا من التسامح والإنسانية فإننا نقول له اسلك سلوكا حضاريا. ومن الغريب أن تستمر هذه التعصبات بعناد رغم تآزر حقائق لا حصر لها تنكرها إنكارا كاملا. إن تاريخ القارة الأمريكية وحده يسمح لنا أن نستنتج نتيجة مضادة تماما. ألم يكن الأسبان الغزاة المتحضرون هم الذين دمروا بأحط الوسائل التي لم يشهدها التاريخ من قبل، لا الثقافة المايوية والأستية فحسب، بل دمروا الشعوب نفسها التي كانت تعيش في هذه المناطق؟ أليس المستوطنون البيض، هل نقول من البلاد المتحضرة، هم الذين دمروا بطرق منظمة القبائل الهندية من السكان المحليين والعشائر التي كتب عنها مورغان، واستخدموا في ذلك أساليب لم يسبقهم إليها أحد في التاريخ الحديث؟ لقد كانت الحكومة الأمريكية حتى منتصف القرن ال19 تدفع مبلغا من المال لمن يأتي بفروة رأس هندي، وخلال 3 قرون من الزمن استمرت التجارة الشائنة في العبيد السود عبر الأطلنطي جنبا إلى جنب مع نمو الحضارة الأوروبية الأمريكية، وكجزء لا يتجزأ من هذه الحضارة. ولم تنتهي هذه التجارة قبل سنة 1865، وقدر عدد الذين وقعوا في الأسر فريسة للصيد البشري بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة خلال هذه الحقبة بين 13 إلى 15 مليون إنسان حر. وهنا
مرة أخرى كانت الأعمال الوحشية موجهة من مجتمع متحضر ضد أحرار مسالمين من الشعوب البدائية البربرية. ولعلنا نستطيع أن نأتي على ذكر الإمبريالية الحديثة بمعنى المواجهة بين الحضارة الأوروبية وبين ما يسمى الشعوب المتخلفة غير المتحضرة أو الأقل حضارة. هذه الإمبريالية تفصح عن نفسها في كل مكان بعنفها وخداعها ونفاقها واستعبادها، كما تبدو في تدمير جميع القيم المادية والثقافية والأخلاقية للشعوب البدائية الضعيفة. وبمناسبة تعريض الفيلق المصري للخطر وأخطار الحرب، ذكر أن ماثيوس من سلاح المهندسين طلب من العمال تنظيف أرض المعركة، وقال: كنا نعلم أن في ذلك مخاطر عليهم، لأنهم بالرغم من التنبيه عليهم بعدم العبث أو الإمساك بالأجسام الصلبة كانوا يفعلون ذلك، وبالتالي تنفجر فيهم القنابل ويموتون، وكنا نعلم أن ذلك سوف يحدث لكننا أغمضنا أعيننا. وفي نهاية الحرب كانت جثث المصريين مرمية عبر سيناء كلها لفلسطين. ثورة 1919 المعروف والمشهور أن ثورة 1919 ثورة أفندية المدن الكبرى، في الأساس كانت في القاهرة والإسكندرية وبعض عواصم المديريات. قام بيها الطلبة والموظفين والعمال ورجال الأزهر والكنيسة وأصحاب المحلات والمقاهي لطلب الحرية والاستقلال وتشكيل حكومة مصرية مستقلة. أما الريف بالرغم من العلم بأنه شارك في الثورة، لكن كان الاعتقاد السائد إنها مجرد امتداد لثورة المدن اللي هي بقيادة سعد زغلول، لكن التفاصيل الأخرى عنها ما كانتش معروفة. الحقيقة أن ثورة الريف كانت أشد عنف وقوة من ثورة المدن، وبوادرها ظهرت من سنة 1918. بسبب إيه؟ بسبب زيادة الغضب في الريف نتيجة العنف اللي تعرض له الفلاحين في الفيلق، ونتيجة ما ترتب على الفيلق كذلك من بوار الأراضي الزراعية وقلة المحاصيل وظهور المجاعة في بعض المناطق وهكذا. وكذلك كان تعامل الإنجليز معها أكثر عنف من المدن. وبناء على ذلك على اللي قلناه إن أهداف الثورة ودوافعها ما كانتش برلمان ولا دستور ولا غيره، كانت نتيجة الظلم والقهر والجوع. فلما رجع الفلاحين من الفيلق محملين بالغضب العارم من ظلم وقسوة وعنصرية وإهانة الإنجليز وموت زملائهم كمان، شاركوا في الثورة بقوة وعنف، فقاموا بتدمير خطوط السكة الحديد وأعمدة التليفونات والتلغراف، ووقفوا الاتصالات بين القوات البريطانية بسبب كده وبين وحداتها في الأماكن المختلفة، وشلت حركتهم تماما. ما هم كذلك دمروا السكة الحديد، فمنعوا نقل المحصول. وزي ما قلنا ان رد الفعل البريطاني كان اكثر عنف في الريف. فمثلا يعني كان في المدن بيتم اطلاق الرصاص على المتظاهرين ونفي البعض والقبض على البعض، لكن في الريف كان الامر افظع لدرجة انه بيوصل ان بعض الطائرات البريطانية كانت بتقصف بعض المناطق. وفي الختام الجدير بالذكر ان اغلب المصريين اللي ماتوا في الفيلق دفنوا في مقابر جماعية، كتير منهم كان بدون أسماء أو شواهد قبور. فثبت أنه في 45 إلى 54 ألف متوفى من الهنود والإفريقيين والمصريين تمت معاملتهم بعد الوفاة بطريقة غير لائقة ووضعهم في مقابر جماعية ولم تكتب أسمائهم. وفي حوالي 116 ألف متوفى من الأفارقة والمصريين، ممكن كمان يكون عددهم أكتر من كده أو يصل ل 350 ألف لم يتم وضع أسمائهم أو حتى معرفتها، واللي وصل لنا أو اتعرف أو ليه شواهد قبور عدد قليل من اللي ماتوا. ففي النهاية بنتذكرهم بالدعاء لهم بالرحمة جميعا، سواء اللي ماتوا في الفيلق أو اللي ماتوا بعد الرجوع منه أو حتى اللي ماتوا من أهليهم وذويهم حسرة عليهم.